السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس حلوة، كله بخير، كله زي الفل. توكلنا على الله. حلقة النهاردة هنتكلم عن الهجرة. موضوع شائك وخطر وخايف يتقبض علينا، بس احنا ما ملناش دعوة بأي حاجة. احنا بس هنتكلم ان بتخيل ان في بعض الحاجات الناس محتاجة تفكر فيها قبل ما تقرر موضوع الهجرة. يعني موضوع كبير شائك جدا، يعني بيتم طرحه بشدة ويبقى قدامك الخيار جدا. يعني يمكن للمرحلة السنية اللي احنا فيها ما بيبقاش الموضوع متاح لك قوي انت في سن صغير، بس بعد ما بتخش ال30 يا معلم وتنورنا وجسمك يوجعك والهرمونات تبوظ بغض النظر، بتبدأ بقى ايه موضوع الهجر ده. تتفاجئ ان انت فوتته. كان ربع اصحابك هاجروا فجأة بقوا نصهم، وبقت تجيلك فرصة، وبقى ممكن مثلا تسافر بيزنس تريبس اللي انت كنت بتحلم عنها وبتشوفها بس، لكن تبدأ تجربها كده تحس ان الموضوع انت بس يا عباس اللي بتعمل الحاجات دي فين؟ يا سلام انت عليك. ليه بحس الناس ان يعني ان البيزنس تريبس دي it seems like عادي يعني. ما بيزنس تريب انا عادي، ما ممكن يعني انت يعني مع كامل احترامي لجميع الناس ما اقصدش حاجه، بس على سبيل المثال لو انا من القاهره رحت الشرقيه this is a business trip. لا ما تجودش ده ما كانش قصدك. بس ما تحاولش تظبطها يعني. بس الشرقيه بيزنس تريب يا جدعان، ايه المشكله؟ يعني اي حاجه بره المحافظه اللي انت فيها this is a business trip. ماشي. يعني تجرب بس كونسبت الغربه ولو وهله. يعني هو بس جدير بالذكر ان احنا في الحلقه دي هنتكلم عن موضوع الهجره، وان عطيه مع الهجره بشده وانا ضد الهجره بشده. فانت عارف ان من ضمن الحاجات اللي خلتني ابقى رافض جدا للهجره هو الجيش. لان انا لما انا اعتبر كاني بعدت سنه و4 شهور يعني عن اهلي تقصد بعد تجربه الجيش يعني. بعد الجيش اللي هو قلت لا انا الهجره دي مش ليا ومش بتاعتي ومش هعملها تاني. مع ان يعني واحد كان بينزل زي ما بيقولوا 3 أسابيع واسبوع، بس هو بيبقى فاهم 4 أسابيع و5 ايام 5 أسابيع و3 ايام انت وحظك. بس ما علينا، اخواتنا اللي في الجيش ربنا معاهم، اخواتنا اللي ما دخلوش في الجيش الحمد لله. انتوا فاتكم كتير. لا فاتهم كتير، فاتهم كتير، فاتهم كتير وحش يا عم. فاتهم كتير، ما الكلام بيتسجل، فاتهم كتير. ما علينا، نتوكل على الله. يبقى كده انتوا عرفتوا الموضوع عن ايه. نبدأ بقى نتكلم في الحاجات اللي احنا كنا عايزين ندردشها معاكم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقم 1 كده، الهجرة رزق. عشان انا واحد من الناس ان كنت في الجامعة وعمال اقول اللهم هجرة، وانا اول ما اخلص بس هاخد الفيزا واخلع. كان لنا واحد صاحبي كده الله يمسيه بالخير اسمه كابو، كان يقعد يتريق عليا وبتاع، هو سافر وانا ما سافرتش. هو كابو اللي كان بيتريق عليك، سبحان الرزاق والله. فيعني يا جماعه ايه، تهونوا على بعض شويه في قناعاتكم عشان ما تبقى ايه، تبقاش عارف يعني ايه اللي هيحصل يعني. فده رقم 1. فالايه السفر للشغل لاي ظرف ما، فده رزق وقدر يعني. الحاجه التانية يعني في المقوله بتاعت ان السفر جنه، لو اي حد يسافر يا بختك. وده وعارف جو انا نازل مصر يعني، فاهم؟ انا هناك فوق ونازل لكم. يا عم ده اللي في المنوفيه بيقول لك انا نازل مصر عادي يعني. تصدق صح. طيب فاحنا هنبدا منين بقى؟ ما انا بقول لك فكره ان السفر ده بيتنظر لها ان هو يعني جنه الدنيا يعني، ده فاهم؟ ده سافر خلاص، حد بيقول لك ده هو سافر خلاص. ف يعني انا كحد ضد الهجره لا مش شايف ده خالص يعني. وجدير بالذكر الصراحه من ضمن الحاجات اللي بتتغير في قناعاتي اني زي ما كان عطيه بيسف من شويه ان انا حصل ان انا سافرت ما يطلق عليه انه بيزنس تريب يعني بره مصر، ودي كان اول مره في حياتي اسافر بره مصر. فمش يعني ما زلت رافض للفكره، بس ما بقتش رافض ليها قوي زي الاول. لا يعني فعلا في فرق كبير بين يعني السفر بره وان انت تفضل هنا، من ناحيه مستوى العيشه ومن ناحيه الفلوس والكلام ده كله والبيئه المحيطه. ولكن يبقى ان في الاخر معادلتي انا شخصيا او القرار النهائي ان والله ما احبش اسافر. وفكره ان انا اسافر 3 سنين او 5 سنين وارجع، يمكن الجيش بيبقى قاسيه شويه، ولكن انا بعد سنه الجيش، سنه واحده، انا حقيقي انا احتاجت 6 شهور عقبال ما اتعافى وارجع اتعامل مع الناس عادي.
فانا حسيت ان ده اللي هيحصل. يعني لو سافرت 3 أو 5 سنين هرجع هبقى ولا البلد اللي انا مسافرها دي بلدي، ولا رجوعي في مصر هنا بحس ان انا وسط بلدي واهلي وناسي. وده يمكن بحسه مع اصحابي القريبين لما بيرجعوا، اللي هو انت صاحبي وصديقك يعني الجاري طول عمرك وعلى عيني وراسي وكل حاجه، بس انت نزلت مصر نورت يعني فاهم. بس انا يعني مفيش الحميميه بتاعت زمان، وفي نفس الوقت انت حسيتني وتسافر تاني. فاللي هو يعني من ناحيه عمليه بحته، وانا عارف اللي هقوله ده كلام قاسي وهزعل ناس كتير، بس انا فضي نفسي ليه؟ يعني انا فضي نفسي والغي مواعيدي عشان وبهدل يومي عشان نفضل قاعدين مع بعض، وجس وات انت حسيتني وتسافر تاني. فلا والله انا مش مستعد انفست او ادفع في يعني انفست استثمر في العلاقه اللي بيني وبينك دي اكتر من كده. يعني هعملك كصديق عمري وحبيبي وكل حاجه، بس مش هضحي عشانك يعني. فانا بخاف اخسر الحاجات دي. انا علاقاتي الانسانيه هنا مع الناس من اقيم الحاجات اللي بمتلكها، فكون انا هسافر واقرر نخسر كل ده، جيس وات انت هتبني علاقات انسانيه بره، ده رقم 1. رقم 2 انت لو سافرت 3-5 سنين مش هترجع الا لو الظروف اضطرتك انك ترجع، لكن انت مش هترجع بارادتك. رقم 3 لا ما في اللي بيقولك انا هسافر هعمل في ما هو بيقول في الاول يعني. ما بيقول كده بقى. يعني انا بس يعني عمري ما لقيت حد يعني مشي على الخطه دي، اللي هو انا مسافر 5 سنين احوش مبلغ معين عشان ارجع افتح بيهم مشروع. يعني هو دايما يا اما ال5 دول بيقعدوا يترحلوا يبقوا 10 15 20، يا اما يا اما حد دفعته الظروف دفع ان هو لازم ينزل، سواء بسبب بقى اولاده، بسبب ظروف الشغل هناك انقطع، مش عارف ايه ايا كان. فانا لا، انا لو ربنا كرمني ومسافر فانا يعني وجات لي الفرصه المناسبه ان انا اسافر، فانا مسافر عشان عارف ان انا مسافر مش راجع يعني فاهم. يعني انا بستغرب والله ان انا بسمع الكلام ده منك، رغم ان ما شاء الله علاقتك الوطيده باخواتك، يعني في حين ان انا مثلا يعني ما عنديش الميزه دي زيك. بس هو الموضوع توكسيك شويه، يعني تحس ان هو الموضوع يعني يمكن دي نقطه من النقاط اللي احنا كنا عايزين مخططين ان احنا نتكلم فيها. فكره ان هو محدش بياخد كل حاجه، بمعنى انه يا اما انت زي ما انت بتقول حابب ان انت تكيب او تحافظ على الوجود الجسدي، واسمح لي اقول ان هو وجود جسدي بالاضافه للوجود المعنوي، يعني في وسط دايره علاقاتك من اهل واخوات واقارب واصحاب وهكذا، وما بين ان انت بتختار انه لا انا لو جات لي فرصه سفر ديت فدي بضحي بحاجات او ما بلاقيش الحاجات دي هناك مقابل ان انا هلاقي حاجات تانية. فهو في الاول وفي الاخر الموضوع ايكويشن، هتلاقي ايه وانا ما بحبش اصيغها اللي هو هتبدي ايه على ايه. هو مش موضوع بتبدي قد ما هو موضوع انه تاني زي ما قلنا في الاول رزق واقدار. فبالتالي مش كل الناس اللي مسافره قطع رحمها وما بتصلش اخواتها ومش عارفه حاجه عن اهلها ودول وحشين واهملوا اهلهم، ولا كل الناس اللي موجوده في وسط اخواتهم 100 مع اخواتهم وبيودوهم وعلاقتهم سمنه على عسل، سواء مع الاخوات او مع الوالدين كمان للاسف وهكذا يعني. فبالتالي بحس شويه انه المعيار ده يعني ايه، هو معيار ضغط اكتر منه معيار حقيقي. يعني نفس فكره بر الوالدين كده فاهم، اللي هو انت يعني لازم ابوك وامك يوافقوا على الجواز عشان تبقى بر بيهم. فكفايه كده بقى عشان اخواتي بيسمعوني يعني. طيب يعني هو من الواضح ان هو في اخر سؤال شخصي جدا يعني، او اسف الاجابه عليه اجابه شخصيه وهتختلف من شخص لشخص، وكالمعتاد احنا مش طالعين نقول لكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه، ولكن احنا بنجاوب على سؤال لماذا نحن هنا، بس لماذا نحن هنا وما سافرناش. بالظبط، ما هي نقطه مهمه جدا فعلا، فكره ان احنا لو احنا دايما في دماغنا اجابه لماذا نحن هنا، او احنا حاطين معيار الاخره في دماغنا، فهنرتاح من حاجات كتيره جدا. وعلى فكره برضو الاجابه عن السؤال ده انا بدعي ان هي مش هتخليك يعني مش هتقودنا كلنا لنفس الاختيار. يعني ممكن اجابتي على سؤال لماذا نحن هنا تقودني لاختيار مختلف تماما عن الاختيار اللي انت هتختاره، وانت برضو هتختار الاختيار ده بناء على نية او بناء على اجابة سؤالك لماذا نحن هنا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه كل واحد بيعيش تجربته الخاصة،
فكل واحد مسعاه للآخرة بيبقى بناء على قدره وابتلاءاته ونعمه، النعم اللي ربنا أنعم عليه بيها وهكذا. فبالتالي قد يكون واحد زي ما كنا بنتكلم إنه استمراره في الفقر ده ابتلاء، فبالتالي يعني لا قدر الله ممكن يعني يتسبب أو يدوس في طريق مش صح، فانه يسافر وانه ربنا يوسع، وان السفر يكون سبب ان ربنا يوسع عليه. لان احنا برضو ما بنجزمش ان كل اللي بيسافر بيبقى مليونير، ما في ناس بتسافر وبتشت وتخش في سكة شمال يعني. فبالتالي الشخص ده يعني اقصد ارجع واقول تاني، الشخص اللي ممكن يبقى اختيار السفر ده اختيار بناء على اجابة لماذا نحن هنا، وممكن الشخص تاني اللي بيختار لا انا هفضل هنا، بغض النظر هو اختار هيفضل هنا عشان يبقى وسط اهله، ولا اختار انه هيفضل هنا عشان هو شايف هنا حاجة معينة. برضو منطقي ان هو يكون يختار الاختيار ده للإجابة على سؤال لماذا نحن هنا، او عشان نية الآخرة يعني. فاللي عايزين نقوله انه كل واحد عايش تجربته الشخصية، الموضوع بشكل كبير جدا معادلة إيجابيات وسلبيات، محتاج تشوف إيجابيات هنا مقارنة بإيجابيات هنا، سلبيات هنا مقارنة بسلبيات هنا، واسمع الإيجابيات والسلبيات من شخص تعرفه معرفة شخصية موجود برا، وهي ليفلز يعني. الأول تشوف حد موجود برا، وبعدين لو أمكن تشوف حد موجود برا في البلد اللي انت عندك فرصة انك تروحها، ده هيبقى أفضل وأفضل، لحد ما توصل لأنه والله لو لقيت حد موجود في المدينة اللي انت رايحها هيبقى أفضل وأفضل وأفضل، وهكذا يعني. وانت عارف فكرة ان هو بيقولك ان اي شخص يقدر يتصل لأي شخص تاني عن طريق بس 5 علاقات. عارف الفكرة دي؟ انا مش عارف اصلا انا قلتها صح ولا غلط، هي 5 ولا 7. هو بيقولك ان انت يعني متصل بينك وبين الشخص اللي هتصل بيه بالظبط. تقدر اي شخص في العالم لو عملتوا سيرش كده في النيتورك ما بينكم، ممكن 5 ليفل اوف علاقات تلاقوا حد مشترك يعني. فيعني الفكره الاكستريم بتاعها مثلا بيقول لك ان انت يربطك انت وبين اوباما، او انت وبين دونالد ترامب اللي هو حد غريب خالص وفي مستوى تاني خالص، يربطك بينك وبينه 5 اشخاص او 7 اشخاص فقط، انا مش فاكر من رقم 5 ولا 7 يعني. فالهدف من الذكر ده مع ان الاخذ في الاعتبار ان الناس بتحب جدا تساعد، وان الناس بتحب جدا تتحط في موقف الخبير. فانت لما تحط حد في البوزيشن او موقع المكان بتاع الخبير ده، فتقول له ايه، فيدني بخبرتك او قول لي كذا او انصحني بكذا، فهتلاقي ناس كده جدا مستعده تساعد. ف يعني زي ما انت كنت قلت ببساطه، انت لو سالت دايره معارفك بس كده اللي هو يا جماعه انا بفكر اسافر البلد الفلانيه، شوف لي حد في علاقتك، لو في دايره شبكه علاقتك الاجتماعيه لو تعرف حد مسافر هناك، او اسال اللي تعرفهم لو هم يعرفوا حد، فانت اكيد هتتوصل بحد في البلد ان ما كانش في المدينه بالتحديد اللي انت عايزها يعني. احنا بنتكلم على في الحي حتى اللي انت عايز تسكن فيه. انا بس بتاكد انت بتتكلم على مساعده ان هو يشرح لك الوضع ايه والمجتمع عامل ازاي بالزبط. عشان بس الناس تفهمش انه كل الناس بتساعد ان تسفر الناس وتجيب لها شغل. لا بس احنا مالنا انت سافر بقى بطريقتك بقى. لا انا اقصد انه ده بيبقى صعب يعني، عشان برضو الناس اللي بتتضايق انه ما انا كلمت واحد صاحبي هناك بقاله 6-7 سنين ومش عارف يجيب لي شغلانه، وكل ما اقول له يخلع مني وكانه يعني هو رئيس مجلس الاداره يعني. طبعا يعني ننصحكم جدا ان انتوا تعملوا ده وتسال هناك قبل ما تروح يعني. وبما ان هي ممكن اقول فكره اكستريم كمان، يعني هي فكره اكستريم وقد تكون مكلفه، بس صدقني يعني لو قدرت تخوض تجربه قبل ما تقرر هتبقى افضل 100 مره. ويمكن ده يعني ممكن قد يكون حل للناس ما عندهاش التزام أسبوع سياحه يعني لا يسافر شهر شهرين يعني قبل ما يبقى واخد قرار ان هو مسافر لونج ران. احنا بنتكلم حد في سننا، فانت بتتكلم ان في اسره اوريدي في رقبته يعني، انت عندك رفاهيه ان انت ما تشتغلش مده شهرين. لا ما انا كنتش بقول تجربه ان هو يسافر مش شغال، يسافر قاعد، ما هو برضو لازم ياخد التجربه ان هو مسافر وشغال. ما لو سافرت شغال فخلاص بقى انا هكمل. ما هي جايز على فكره ممكن يعني في شوف كل ما انت عشان تاني برجع بقول ان هي معادله شخصيه وتجربه شخصيه. انا ممكن
عباس انت سافرت البلد اكس وشغال فيها، فانت بتقول لي الدنيا لطيفه جدا، الجو مريح، الناس كويسه مش عارف ايه بتاع، وفقا لاسلوبك انت الشخصي وبيئتك وتصرفاتك وهكذا. فانا بشخصيتي هروح اقعد شهر لا مرتاحش، الناس عندها عاده معينه انا مش قادر استحملها، المدينه اللي انا فيها ديت فيها طبيعه معينه مش هتنفع معايا مع اسرتي وهكذا. فده برضو يعني حاجه كده على جنب. لو قدرت ان انت تخوض تجربه بشكل فردي، او بلاش اقول تجربه، عايز اقول انه قد تكون لميت كل الايجابيات ومقتنع وسافرت، ولما تسافر تتفاجئ ان الوضع مش افضل حاجه، او مش افضل حاجه، تسافر ان تكتشف ان الوضع لا يطاق، فخد القرار وارجع تاني، وبلاش فكره الخوف اللي هو يعني فاهم، ما انا سافرت خلاص، انا لو رجعت دلوقتي مش هعرف اسافر تاني كده يعني. انا كان وجهة نظري الصراحه ان انت لما تشوف حد بقى في البلد او المدينه اللي انت عايز تروحها بدايره علاقاتك او شبكه علاقات بقى كل اللي انت تعرفهم، ايا كان نقاشك معاه حاول بس يعني دايما اللي هنفكركم بيه، حاول تنظر بس للموضوع بعدسه الاخره يعني. فاللي هو يعني من ضمن الحاجات اللي بيتم اهمالها جدا فكره البيئه المحيطه، فاللي هو الاخبار والمنطقه والجيران. يقول لك يا عم لا هناك كل واحد في حاله، ماشي، ده كده انت ما بصيتلهاش بعدسه الاخره. ماشي على عيني وراسي، كل واحد في حاله. الناس هناك عامله ازاي، بيتصرفوا ازاي، لابسين ازاي، بيسهروا ولا لا، داخلين يعني بيشربوا ولا لا، فاهمني؟ كل بقى ايه الحاجات دي. وما يعني لان طبعا انت في الاول اللي هتسافر لوحدك ومش معاك اسرتك، فانت ممكن تعيش في شقه مشتركه. طب الشقه المشتركه هناك عاملين ازاي يعني، كل بقى التفاصيل دي يعني. ف ايا كان نقاشك معاه خلينا نبص له بعدسه الاخره. احنا في الاخر يعني من ضمن الحاجات اللي بحس ان احنا نخدع فيها نفسنا اللي هو لا والله انا لو بقيت معايا فلوس ولو سافرت وبقى معايا فلوس وكذا وكذا هعرف اعمل افعال خير تساعدني للاخره. اللي هو انا حاسك بتاخد راس الرجاء الصالح يعني فاهم من ودنك منين يا جحا قوي يعني. انت هتسافر وتهاجر عشان تغتني عشان تتبرع؟ طب ما انت اصلا ما كنتش مطالب بده على المستوى اللي انت عايش فيه على حسب كلامك، ولو اني اختلف يعني. بس يعني دايما بيبقى ان في مساحه للصدقه يعني. والحمد لله يعني كرم ربنا بيذلنا طول الوقت، بس موضوع تاني يعني نبقى نتكلم فيه بعدين. ولكن بحس ان هو دي من ضمن الطرق اللي هنخدع بيها نفسنا جدا يعني. ان لا انا لو سافرت هناك هبقى احسن من ناحيه الاخر، او على الاقل مش هبقى ده انا طول ما انا قاعد هنا يا جدع بشتم. لا ده مش مبرر يا حبيبي، امسك نفسك معلش ما تشتمش وتعمل افعال خير هنا يعني. فكان من ضمن الافكار اللي بتبقى مرعبه جدا بالنسبه لي لما انت قلت ان اللي بيسافر هناك ما بيرجعش. كان طرحها الشيخ انس والفكره كانت في بالي. شيخ انس السلطان ربنا يرزقه كل خير يا رب. ان هو بيقول لك انت لو قررت تسافر وتهاجر هناك وما ترجعش، انت شئت ام ابيت قررت ان انت تقطع نسل وشهاده لا اله الا الله من نسلك اقصى حاجه لمده 3 اجيال. فانت لو انت كويس وجامد واجمد حد في الكون هتخلف حد هيكون كويس وكل حاجه بس مش جامد قوي. بعد كده هو هيخلف حد هيبقى اسمه مسلم وعارف انه مسلم، ولكن مثلا ممكن يبقى مش مواظب على الصلاه او بيصليش، بس بيقولك انا مسلم، اللي هو زي ما هي بتتقال هناك اللي هو يقولك I'm Christian but I'm not practicing it. انا يعني على الاجانب يعني يقولك انا مسيحي بس انا مش بفعل افعالهم. اللي هو لا يعني هي دي النسخه دي مش موجوده عندنا في الاسلام. انت لو مسلم وما بتعملش افعال المسلمين او ما بتصليش انت هيكون في شك كبير في اسلامك اصلا يعني. فالجيل الثالث ده بقى لما يخلف هو يخلف ناس اصلا هي مش مسلمه. ده على افتراض ان الجيل الثالث اللي هم احفادك اصلا هيقروا ان هم مسلمين يعني. فده من ضمن الحاجات المرعبه جدا بالنسبه لي الصراحه. وكان من ضمن الحاجات اللي كانت مأكده لي اللي هو فكره لا انا مش هسافر. وفكره ان انا زي ما قلت اسافر 10 سنين او 5 سنين وارجع، بخاف من فكره ان انا ابقى غريب، احس بالغربه في بلدي واحس بالغربه هناك. تسمح لي اختلف مع هذا الطرح؟ مفيش مشكله اتفضل. يعني بنشرح ان شاء الله. تسمح لي اختلف مع هذا الطرح يعني انه رقم واحد يعني انت بتحملني مسؤوليه الجيل الثالث وانا اصلا مت خلاص وانا اصلا بدعي ان انا متحمل مسؤوليه ابني
وتربيته وتأسيسه الصحيح لحد ما صحيفته تتفتح بعد كده. شكرا. ده رقم 1. إلا إنه لو أنا بس يعني لا قدر الله بسن سنة سيئة أو بسن حاجة سيئة الناس اتبعتها بعد كده، بشيل وزرها، لكن أنا هتحمل وزر إنه حفيدي عمل ذنب ما أو ارتد، ولا ان ابنك عمل ذنب ما. انا ما قلتش متحمل وزره، انا بقول ان انت فقدت الميزه دي. لا انت يعني اصل انا سمعت منك دلوقتي ان الطرح ده بيقول ان انت لو هاجرت، وخلينا ناسيوم يعني ان انت بتتكلم على الهجره برضو للبلاد الغرب، عشان احنا مش بنتكلم بس على الهجره للبلاد الغرب، بنتكلم عامه يعني ان انت تسافر من موطنك. ان انت كده بالقرار ده فانت بشكل ما قررت ان انت الجيل الثالث منك هيكون قطعت نسل شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. بس خلينا اقول مثلا ما في طرح اخر انه في ناس بتسافر بس بتبقى دي نيتها الحقيقي يعني، او قد يكون ما كانتش ده نيتها الحقيقي، بس اقصد بتكون سبب انه في نسل تاني ابتدى يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فالديبيت ده يعني حسه بشكل كبير جدا يعني ترهيب قوي بدون منطق، والطرح التاني انا بقول لك ده ترغيب قوي بدون منطق. يعني فكره ان كل اللي بيسافر بره بيبقى بيسبب ان هو حد تاني يسلم، دي ترغيب قوي مفرط حالم بشكل كبير. والعكس صحيح، بشوف ان الطرح اللي انت طرحته دلوقتي، فكره انه انا لو سافرت بره يبقى انا باجزم انه انا بعد 3 أجيال من نسلي مش هيبقوا مسلمين، وانا كده قطعت نسل المسلمين في الحته ديت يعني. لا يعني ده رقم 1. احنا يعني ما اطلعناش على الغيب ومش عارفين ايه اللي ممكن يحصل في البلد اللي احنا فيها دي. رقم 2 احنا مش عارفين اصلا اذا كان ابننا ولا حفيدنا هيفضل في البلد دي ولا هيسافر بلد 3 4 خالص احنا مش عارفينها. رقم 3 انه انا خلاص يعني انا اجتهدت ان انا اطلع بني ادم كويس، واجتهدت ان انا اربي ابني تربيه كويسه ومت، فانا كمان هتحاسب لو ربنا ابتلى ابني بانه ما رباش ابنه تربيه كويسه. طب لو ابني ربى ابنه تربيه كويسه بس هو شت وربنا ابتلاه بصحبه سوء فخرجته عن المله، فانا برضو ليه يعني؟ عارف انت كنت مره لسه بتكلم مع حد قريبي يعني، وايه انا معلش بس اوت اوف سكوب بس مهمه جدا في اللقطه ديت. فكره انه بيقول لك كانوا يعني الناس دي بتحاول تشتري مقابر ناس، يعني بتجري نقاش وبتحاول تشتري مقابر. تمام. كان في مقابر كويسه مش عارف ايه بتاع، بس اترفضت بسبب ان يعني ما جابوهاش عشان بعيده. فالسؤال هو يعني ايه بعيده؟ يعني انت ليه بتقول بعيده؟ بيقول لك لا اصلي مش معقوله يعني هنشحطط الناس ورانا، اللي هو جسوات انت مت خلاص ما يشحططوا ولا يتحرقوا يعني. انا اسف في اللفظ يعني، عايز ناس تزوروا يعني بقى وكده. لا هو بيتكلم حتى على يعني فاهم في الدفنه يعني احنا كده هنشحطط ناس كتير ورانا يا عم انت خلاص انت عندك اولويه دلوقتي ان انت هتقابل رب كريم هتقول له ايه؟ لا بس ان شاء الله يؤجر على تفكيره الجميل ده يعني. انا مش يعني بس الفكره انا بالنسبه لي الفكره وصلت ان انت فهمنا اقصد ايه، شايل هم مش همك يعني حبيبي انت يعني مجرد ما الروح خلاص طلعت والامتحان خلص فانت هتبقى يعني معلش عندك حاجات كتير قوي تفكر فيها وتهتم بيها وتخاف منها، غير ان انا حفيدي بقى مسلم ولا لسه يعني فاهمني. بس فده بس كان اجابتي على الطرح ده، انه لا مش بالضروره، ده مش معناه ان انا بنسف الطرح او بقول لك اي حد بيسافر بيفضل مسلم. انا معاك ان في احصائيات وان ده واقع بيحصل، بس يعني كل حاجة ليها وعليها يعني. ونرجع نقول تاني احنا مش بنتكلم هنا عن الهجرة لبلاد الغرب فقط يعني. معك حق يعني يمكن دي هتبقى حاصلة فعلا لو سافرت بلد مش عربي ومش مسلم يعني. طيب برضو كان من ضمن الحاجات اللي احنا بنفكر ناس بيها ان احيانا بيتم اهمالها بشدة هي التعليم. يعني يمكن على تجارب ناس كتير سافرت وقررت ترجع بيقولك عشان التعليم هناك. برضو دي يمكن هتبقى حاصلة شوية في بلاد مش عربية مش مسلمة، بس فكرة السيولة في تجنيس الأشخاص هو ذكر ولا أنثى ولا 16 نوع التانيين اللي حمل بيهم يعني. فالناس ممكن تفكر في الموضوع ده يعني، يمكن على الأقل تفكيرهم في حاجة زي كده يخليه يختار البلد أصلا أو يسهل عليه الاختيار. إن أنا والله لو بدور في 10 بلاد مناسبة
فانا لما ابدا احط الفلاتر المختلفه دي، ال10 بلاد يبقوا 3، فيسهل ان انت بس ان انت تركز هو انت رايح فين وناوي على ايه يعني. خصوصا انه في بعض البلدان يعني غير مسموح اصلا ان انت ما توديش الولاد المدارس، يعني على سبيل المثال المانيا مثلا، فانت ما عندكش رفاهيه ان انت معاك ولادك وخلاص انا مش هدخلهم مدارس وانا هعلمهم بنفسي تعليم منزلي، لا ده مش مسموح. فانت غصب عنك لازم توديهم مدرسه، يا اما اصلا مش، يا اما تترحل، يا اما يتاخدوا منك. فيعني شيء يعني مجرد التفكير فيه مرهق الحقيقه مرعب يعني. او مرعب مش مرعب. فبالتالي دي نقطه فاليد جدا العباس بيتكلم فيها، انه التعليم في البلد ده عامل ازاي، وحتى لو انت يعني هتتجاوز هذه الفكره، ف قانونيه ان انت تعلم ولادك بنفسك عامل ازاي. لو افترضنا يعني ان انت حد جامد وهتعمل الفقاعه الخاصه بيك وانت واتنين تلاتة اصحابك في نفس المدينه او الولايه ديت وهتتعلموا مع بعض، اصلا ده مسموح ولا لا يعني؟ كان من ضمن الحاجات اللي حد نبهني ليها جدا لما سافر فرنسا، بيقول لي هو كان برضو كان سفرية شغل، قعد هناك فترة شهر أو 3 شهور مش متذكر، ورجع قال لي والله العظيم أنا ما كنتش مقدر نعمة إن أنت بتبقى تسمع الأذان. فتاني لو شغله يا عم ابلكيشن على الموبايل وهي الاذان هيسمع. فبيقول انا فعلا كنت بتسحل في الشغل ويضيع عليا ظهر، يضيع عليا عصر او حاجه زي كده، وانا حقيقي مش واخد بالي ومش دريان والتوقيت مختلف. ولو حد قال والله لا ده حاجه زي كده كل ده هيتم تغييره بمجرد بس سفري البلد عربي مسلم، فاحب اقول لك انه لا، للاسف. يعني من ضمن برضو المميزات الجميله جدا في مصر بشكل عام ان المسافه بين اي زاويه او مسجد ومسجد او زاويه تانية مسافه قابله للمشي، وتقريبا كلهم بيسلموا بعض من ناحيه السماع، فانت بتبقى ايا كان مكانك بتبقى سامع الاذان يعني. وده بيشجعك يعني شويه على انك تنزل تصلي في المسجد، او تبقى في جماعه او تصلي الصلاه في وقتها. وده مش حاصل في بلاد عربيه كتير، ان في بلاد عربيه ما عندهمش كونسبت الزاويه ده، اللي هو المسجد شديد الصغر او المسجد اللي في شقه او اللي في دور. لا، ان والله في مسجد يعني مسجد، فتلاقي ان فعلا كل حي ليه مسجد او مسجدين، فمسافه كبيره شويه، فبالتالي هو ما بيسمعش كل الحي يعني. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي يمكن يعني تساعدك في عمليه الفلتريشن يعني، وانت بتختار المكان اللي انت هتروحه يعني. بس دي من ضمن الحاجات اللي متاحه وموجوده عندنا ومش موجوده بره. واتمنى يعني ان ما فيش حد يسفه او يتفه من الفكره، لان انت لو اتحط في موقف الموضوع بيبقى صعب. بيبقى دايما شاغل بالي فكره ان هو انت ربنا باذن الله يعني يرزقنا جميعا الجنه، بس تبقى قاعد في الجنه وتقعد تقول انا لو كنت عملت كذا كذا كان زماني في مستوى تاني خالص، وكان زماني في نعم انا مش عارف هي عامله ازاي، بغض النظر عن النعم اللي انت حاسس بيها دلوقتي. انا بحس او حسيتها في الدنيا جدا يعني. قبل كده كان انا شخص عادي متوسط جدا، مش بطلع من الاوائل او حاجه زي كده. فقبل كده فجاه اجتهدت بشده، وكأن يعني كان في مجموعه من الناس بياخدوا جايزه يعني. فانا مثلا وكأني مثلا طلعت، مش فاكر بس حاجه مثلا طلعت الثامن او طلعت من مجموعه كده من فئه يعني. فانا خدت قلم رصاص او حاجه زي كده، والفئه الاعلى خدوا جايزه تانية خالص. انا كم من الندم اللي انا حسيته وانا واخد قلم رصاص، قعدت اقول ايه انا لو كنت ضغطت على نفسي، انا لو كنت عملت وسويت، انا لو كذا كان معايا الجايزه التانية الافضل دي يعني. الشيء صعب او يعني سهل الدنيا ساعتها ان انا كنت عارف على الاقل الاول او الثاني او الثالث اللي تفوق عليا معاهم جايزه ايه، وانا بس معايا قلم رصاص. لكن فكره انت في الجنه مش تبقى عارف انت مش عارف فاتك ايه. يا رب نخش الجنة بس عشان بس بعد كده نقعد نقرر ونقعد نأمل إنه ممكن يبقى درجة. أنا آسف قطعتك يعني، بس لا يعني على رأيي مش بس أيمن يعني يا عم تبقى إنسان عادي وتدخل الجنة. متفق معاك، بس بقولك عشان بس ما فيش حد دخلنا الجنة وبعدين بنشوف أي درجة. ما فيش حد يسفه من فكرة لا هو إيه. خالص. لا ويا عم يا عم مهم إن أنا بركعها يعني، صح ده شيء مهم وذو قيمة وعالي جدا، بس ما نطمع للأفضل يعني. سبحان الله، ربنا يهدينا ويرزقنا جميعا يعني. كنت تقول حاجة؟
اخيرا وليس اخيرا. بتنهي؟ لا هقول الحاجه دي تبقى الاخيره. اوكي. مش شرط صح. انت بتفكر باصص لي كده ليه؟ ماشي. بتحبني يا عم ولا ايه؟ اقول اخيرا وليس اخيرا، انه لو عندك امكانيه تسافر، سافر ولا تتردد، حتى لو ممكن تطلع تجربه سفر وترجع تاني. يعني دي النصيحه لوجه الله، يعني انه مش بالضروره انك مش هتسافر الا لو عقد طويل الامد هتروح تلبس فيه. اي امكانيه للسفر يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. سافر ولا تتردد، دي نصيحه يعني. عشان على الاقل يعني تبقى عرفت، يعني بدل ما انت تفضل عايش طول حياتك انا بس لو سافرت كانت حياتي اتغيرت 180 درجه. تحكم على بصيرة. انا بالظبط ده يا انا فاتني القطر، اصل انا كبرت خلاص بقى معايا اولاد ومش عارف اتشعبط في اي فرصه سفر، خلاص بقى. لا يعني ان شاء الله لو جات لك فرصه سفر اسبوع، فرصه سفر شهر، فرصه سفر 3 ايام وراجع، يعني الخروج من هذه الدائرة في حد ذاته مربح ومفيد على كل النواحي. وصدقني كم النقود والماليات اللي انت باصص لها وهتخسرها لو افترضنا ان انت خسرتها، يعني فهي لا تذكر بجانب الإيجابيات والاستفادة اللي انت هتستفيدها لما تطلع بره هذه الدائرة. كفاية انك هتشوف ان يعني في عالم آخر أو عوالم أخرى، يعني بثقافات وبتفكير وبعلم وبمعرفة وبموارد أخرى غير الدايرة اللي احنا محبوسين فيها وعمالين نمجد في الكونسبت بتاعها ونسفه ونلعن في ظروفها. يعني آخر مرة وأنا راجع مصر في المطار قابلت حد كنت عايز مني دقيقة عشان هو معوش خط مصر يعني، فدردشنا شوية. فهو شغال في قطاع المقاولات وهو بسيط مش مهندس يعني. فبس بندردش وبتاع لا مش عارف ايه، اصلا انا بقالي سنة ونازل اشوف ابني يعني مأجز شهر وبتاع، ربنا يبارك لك فيه وبتاع. ما احنا بنشتغل عشانهم. انا لسه ما شلتوش. قال لي وعندي 6 شهور ولسه ما شلتوش. والله العظيم انا قلبي انفطر يعني. ربنا يعين الناس جميعا، بس يعني من ضمن العيوب الشديدة للسفر يعني. وحد من جيراني برضو مسافر، ربنا يبارك في ولاده جميعا، فبرضو فين وفين لما بيشوفوا انا بشوف تطور ولاده وبشوفهم بيكبروا عنه. الفكرة في حد ذاتها مؤلمة جدا بالنسبة لي، بس ربنا الناس على غربة مش سهلة وصعبة وكل الحاجات دي، بس ده من ضمن الحاجات الكتير قوي اللي بيخليني اللي هو لا ثانية واحدة. هو انت لو هتسافر من غير ولادك ما تسافرش. طبعا. يعني انت مؤيد لفكرة الهجرة، بس لو كده تكنسلها خالص طبعا. طب لا يا جماعة، اي حد سمعني طول الحلقة دي يعني اتمنى يوصل لحد الاخر. لا لو جات لك فرصة، انت دلوقتي متجوز وعندك ولاد وجات لك فرصة بتقولك ان انت يمين شمال عمرك ما هتاخد ولادك، ما تسافرش ولا سنة. طب فكرة اني هسافر هناك وحاول حوش وحاول من هناك انط تاني على فرصة مفيش الكلام ده فيها مراتي وولادي. مفيش الكلام ده. ما كنت اقول لك بس فرصة التحقق ده قليلة للاسف يعني. مفيش الكلام ده. اذا ما كنتش مسافر بفرصة بتقولك ان انت هتروح بس شهر 2 ترتب لهم الامر عشان ما يتبهدلوش معاك في اول شهرين وكده كده هم جايين، لا ما تروحش اصلا. لا ده مش مطروح يا جماعة بعد اذنكم يعني. ده مش للطرح اصلا يعني. وهرجع واقول تاني برضه انا بتكلم ده من وجهة نظري الشخصية. يعني عارف ان في ناس تانية ممكن تكون ظروفها بتحتم عليها وبتفرض عليها ان هي تقبل الامر ده، بس انا مش بتكلم على الظروف الاستثنائية، انا بتكلم على الظروف الطبيعية. اي حد تاني، اي حد متزوج عنده اولاد وبيفكر في السفر، فارجوكم نصيحة لوجه الله، الفرصة انت بتفكر فيها بكل ابعادها، بولادك وزوجتك وبيتك، هتفكر فيها لوحدك. فارجوك كنسل الامر ده كده، كنسله خالص ورست حياتك في بلدك ايا كان انت فيها ايه يعني. من ضمن الحاجات او الفلاتر الاخيره اللي نحب نتكلم فيها فكره الثقافات المختلفه وان انت عشان الثقافه هناك مختلفه بغض النظر سواء بلد عربي او مش عربي، يعني اسلوب العيشه والمنهجيه هناك واسلوب الاكل والصرف واللبس هناك هيختلف بمعنى ان انت لو كنت في مصر مش هنعرف طبعا ايه حساب العمله خالص يعني،
بس لو انت في مصر كنت على سبيل المثال انت بتصرف 10% من مرتبك على نفسك ايا كان هو ايه بقى، لبس، اكل، شرب، مواصلات، ايا كان. فانت مثلا ما تقيساش ان انا والله هروح هناك اصرف نفس 10% من مرتبي على نفسي. لا، انت بتروح هناك بتشرب من الثقافة ومن اللي حواليك، وبتاكل وبتشرب زيهم. وإن كنت انت بتاكل من بره مرة كل اسبوع عمل، هتلاقي نفسك هناك بتاكل، تطلب من بره مرة يعني 3 ايام من اصل 5 او 5 ايام من اصل 5، عشان هم هناك كلهم عايشين كده. اذا كنت انت بتلبس حاجة معينة او بتصرف على نفسك، على سبيل المثال يعني عندك 8 تيشيرتات او 5 او ايا كان، تروح هناك دول هيبقوا 16. ومش لازم للاكثر على فكره، بس انا بتكلم ان دي انت من غير قصدك بتشرب من اللي حواليك، والناس ما بتبقاش عامله الحساب ده، حسب النقطه دي. ودي تاثر عليك في ايه؟ تاثر عليك بس وانت بتحسبها. ما تقولش لا والله ان انا بالمبلغ اللي هباضه ده وانا بصرف 10% من مرتبي فهروح هناك اعمل نفس الكلام. لا، انت هتروح هناك تعمل زي اللي بيعملوا هناك. فعشان كده لما تروح تكلم حد عايش هناك اساله في التفصيله دي. فانت ممكن ساعتها تصرف 30% من مرتبك على نفسك which is totally okay، مفيش مشكله في ده، مش معترض على ده يعني. بس تكون عارف ان انت لما تسافر هناك هتحوش بس 70% مش 90%. طبعا. هو ايه النسب اللي انت بتقولها دي؟ اي يعني ده مثال، انا بغض النظر عن السكن بقى والعيشه، ولو هتدفع ايا كان بقى في اقامه يعني هتدفعها يعني ما تحسبش ان انت بتقبض هنا 10، فلو جالك بره مرتب بما يوازي 50 مصري يبقى كده فلالي قوي. ها، ما احنا مش هينفع نحسبها بالعمله، عشان كده بس انا بوضح ده يعني ان انت ممكن يكون قابض مبلغ بما يوازي 50 مصري، فانت متخيل انك كده واخد اجر 5 اضعاف اللي بتاخده هنا. فانت كده مش صح خطأ جدا بالظبط يعني كده. يعني انت لازم زي ما انت كنت بتقول، لازم تسأل حد بقى هناك انه بغض النظر العملة يعني اسمها ايه اللي هي بما يوازي 50,000 مصري، انت اصلا ال50 دول هيكفوك عيشة هناك ولا لا؟ يعني انت ممكن تكون ال10 في مصر مسكنينك ومعيشينك ومش عارف ايه والكلام، الدنيا كويسة، تروح بره تلاقي اللي هو بما يقابل 50,000 مصري مش معيشك اصلا انت وولادك. صحيح. فاعملوا حسابكم بس ان اسلوب العيشه بتاعكم وثقافتكم هيتغير، ومن غير ما توصل هتبقى شبه المجتمع هناك. فاسال كويس عن المجتمع واعمل حسابك في ده، تظبط مصروفاتك، تظبط سقف توقعاتك، بناء عليه يساعدك في قرار السفر. اخيرا يعني لو هنقول في مخرجات او في حبه حاجات عايزينكم تخرجوا بيها من الحلقه، هي ان والله لو عندك امكانيه للسفر توكل على الله، سافر وما تترددش. على اللي يكون عارف الفرصة اللي فاتتك دي هي كفرصة تستحق، ولا لا أنا قاعد هنا عن عمد وقصد ونية وأنا محتسب ده لله، أو أنا شايف إن هنا أقرب لي للآخرة أو للجنة إن شاء الله. فهدفك جنة، هدفك جنة تسعى له هنا أسهل لك، خليك هنا أسهل. أنت هناك اسعى له وأنت هناك يعني. يمكن ان النقطة التانية بتاعتنا ان السفر مش وردي، مش جنة الله في الارض زي ما قلنا يعني. فبرضو خلي الفكرة دي في بالكم. والنقطة الثالثة ما حدش بياخد كل حاجة يا جماعة، ما حدش بياخد كل حاجة. زي ما قلنا كل فرصة، كل إمكانية، سواء إمكانية الشغل في البلد هنا أو إمكانية السفر، كل حاجة ليها إيجابيات وسلبيات. كل واحد يقارن الإيجابيات والسلبيات بتجربته الشخصية وبظروفه الشخصية وتستخيروا، وإن شاء الله ربنا يرزقكم القرار الصح بما يتناسب مع ظروفكم والتزاماتكم الشخصية. يعني في كذا بودكاست الناس كانت مسافرة ورجعت، كريم اسماعيل على اليوتيوب من ضمنهم. اعتقد دروس اونلاين احمد ابو زيد كان استضاف حد قبل كده وكان اتدرج في الموضوع ده. كيمياء مش عارف اسمه ايه، كيمياء احمد كيمياء بس برضو من ضمن الناس اللي سافروا ورجعوا يرجعوا، اسمعوا لهم وشوفوا رايهم ايه يعني. في اخر دول ناس جربوا ودوروا في دايره علاقتكم برضو. يا ريت في دايره علاقتكم، لان دايره علاقتكم هتجيب لكم ناس يعني بنسبه كبيره جدا شبه دماغكم، شبه بيئتكم، شبه تفكيركم وهكذا يعني. هو الحلو في ترشيحات عباس انه هي ناس اوريدي بره وشافت بره، ويعني ان شاء الله الترشيحات دي مناسبه فعلا، بينقلك بصدق يعني وبامانه ان شاء الله نحسبه على ذلك. اللي شافه بره ده فعلا شافه، وما بيقعدش يقول ان الدنيا وردي، ولا بيقعد يقول ان الدنيا
ضباب وسودة، واوعى حد يسافر يعني. شكرا جزيلا. شكرا لكم. بصوا للموضوع بعدسة الآخرة، توكلوا على الله واستعينوا ولا تعجزوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.